السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. لو اول مره في قناتنا يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ورمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل صينيه بسبوسه بكوبايه سميد واحد. هتعمل لك اكبر صينيه بسبوسه بطريقه سهله وسريعه ومش بتاخد وقت. بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. هنبدأ بسم الله، ندخل على الطريقة. هنا معنا الشفشف يكون نظيف مفهوش مية عشان الكيكة ما تبوظش معاك. وهنا عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، معايا نص كوباية سكر، وعندي فانيليا سايلة. لو عندك بودر حطي اللي عندك يعني. حط فانيليا هنا. هنحط معلقة كبيرة خل. هحط علبة زبادي اللي هي 16 جرام، هحط واحدة. هحط نص كوباية لبن. عندي هنا كوباية الا ربع سمنة على زيت، وهنا حاطة سمنة بلدي. على فكرة البيضة دي سمنة بلدي. كوباية الا ربع سمنة على زيت، ممكن تحط كوباية الا ربع زيت بس براحتك يعني اللي عندك، بس السمنة بيديها طعم احسن يعني. كده تمام. كده خلصنا السوائل. هنضربهم كويس في الخلاط وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما ضربت السائل كويس. هنحطه هنا في طبق. تصفيه كويس كده. هحط كوباية سميد، وعندي هنا كوباية دقيق. هندخلها كويس بالراحة كده. المدخل بتاعي صغير بس يمشي يعني قد الغرض. لازم ندخلها يا جماعة عشان الكيك يطلع هش وحلو. بالطريقة دي يعني. حطيت كوباية سميد وكوباية دقيق. هندخلها كلها وارجع لكم، استنوا. هنا معايا كيس كيك شاف، هحطه برضو. هندخل الاول اهو. هحط رشة ملح، دي حاجة اساسية. وهنضربهم مع بعض. بسم الله. ونضرب بالراحة ونضرب في اتجاه واحد يعني. ما ينفعش اعمل كده وبعد كده ارجع كده، لا كده هتبوظ الكيك. سهلة وسريعة ومش بتاخد وقت. انا في الوقت ده حطيت الشربات على النار جنبي هنا. حطيت كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية، يعني السكر قد المية. والوقت ده انا حطيت الشربات على النار جنبي. كوباية ونص سكر على كوباية ونص مية، وسبتهم يغلوا. حطيت نص ليمونة وطفيت على طول وسبت يبرد، عشان لازم تكون الكيكة سخنة والشربات بارد. لازم تكون حاجة سخنة وحاجة باردة. مينفعش الاتنين يكونوا سخنين او الاتنين يكونوا باردين، مينفعش. كده نجيب من تحت لفوق. اتأكد ان الخليط كله اتجانس مع بعضه ودخل في بعضه كده. خلاص خلصت. نتأكد ان مفيش حاجة مش مخلوطة. لازم نتأكد ان كله مخلوط في بعضه اهو كده. القوام شايفين كده. خلاص نجيب الصينية بتاعتنا. جبت الصينية بتاعتي اهي.
هندهنها سمنة او زيت. هنا حطيت سمنة على زيت، هندهنها كويس في الجناب ومن تحت وكله. بسم الله. شايفين القوام عامل ازاي؟ لو حابين تحطوا معلقتين جوز هند حطوا زي ما انتوا عايزين يعني. هنا في الوقت ده تكون مشغله النار على درجه حراره 180. لازم تكون سخنه قبل ما تحطيها. هنا كده خلصت، سويها كويس. هزه كده. كده خلاص. هدخلها على فرن تكون سخنه درجه حراره 180. والشربات طبعا زي ما قلت لكم عملته انا كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه وعصره ليمونه. استنوني بعد ما هدخلها وتستوي وهطلعها. وكده شكلها بعد ما طلعت. هنا عندي الشربات، هنشربها كده كويس. هنا عندي فستان على جوز هند، شوية مكسرات يعني اي مكسرات عندك نزين بيها كده. بالشكل ده هنغطيها وندخلها الفرن تكون سخنة، يعني احنا طفينا الفرن. هنغطيها وهي الفرن مطفي، هندخلها وهي الفرن مطفي. استنوا. وكده شكلها بعد ما خلصت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل.